السلام عليكم. مرحبا يا اخوان، مبارك عليكم باقي الشهر. ابشركم سويت العمليه والحمد لله ناجحه 100%. اللهم لك الحمد. اللي خلاني اصور لكم يا شباب، انا يوم جيت من الكويت لامريكا عندي العرقوب متفتت. فيوم دخل وسوى الاشعه الدكتور مالي الجراح، قال لي ايش كنت تاكل؟ قلت له ليش؟ قال انت جايني بالاشعه عندك العرقوب متفتت الحين ملتئم. فقال لي عطني الاشياء اللي انت تاكلها. اعطيته الحبوب هذه فيتامينات ومركزه حقت العظام. فقال لا هذا شيء عادي، يعني مو هذا اللي يخلي التفتت يلتئم. شو اللي تاكله؟ عطني غيره. المهم جبت له هذه الحلبه. خذ الحلبه فحصها في المختبر عنده. جاني قال لي بعد ما طلع الفحوصات قال هذه تعادل بالكبسوله، الكبسوله اللي مركزه فيتامين د تعادل 600% الحلبه الطبيعيه. فقال اللي الحلبة مو بس انها جبرت عظامك، الحلبة لمت التفتت، رد العظم مكانه. رد العظم مكانه، مو اقصد مكانه الاساسي، لا رد انه انجبر. فاللي سوالي العملية الحمد لله صارت سهلة. رد لي العظام بكل مكان، كل عظم مكانه، بعدين حط لي حدايد من برا التثبيت. شهرين ان شاء الله ويغدي شهر وترد رجلي باذن الله طبيعيه. اللي خلاني اصور لكم يا اخوان ان عليكم بالحلبه. والله يوم فحصها وراني النتائج